ما جاتش فكره صناعه متحف لاسد. المتحف ده بقاله اكتر من 100 سنه، 122 سنه بالظبط. الاثر بيبقى عدى عليه 100 سنه. انا اقول ان فكره بناء المتحف اصلا عموما ما كانتش من ده. فكره جمع الاثار المصريه بسبب ان الاثار المصريه كانت بتتسرق بعد محمد علي وقبل محمد علي بكتير كمان. بس جه محمد علي سنه 1835 وقرر ان هو يعمل مصلحه الاثار المصريه ويجمع كل الاثار المصريه في مكان واحد تقدر ان هي تتعرض والناس تعرفها. المكان ده حديقه الازبكيه. حد عارف الازبكيه؟ حد عارف العتبه؟ في حديقه اسمها الازبكيه هناك، مش اسمها سور الازبكيه، عارفين سور الازبكيه بتاع الكتب؟ اسمه سور الازبكيه بسبب حديقه الازبكيه. اول مكان اتعرض فيه الايه؟ الاثار بتاعت الايه؟ مصر القديمه. طيب الاثار دي كانت قبل كده كانت بيحصل لها ايه؟ كانت بتتسرق، كانت بتتنقل ما بين الطبقه الارستقراطيه اللي هي الطبقه الغنيه، كانت بتعمل بيها حاجات كتير. المهم اول ما اتنقلت الاثار دي سنه 1835 جه طبعا 1840 ومحمد علي حصل فيه ايه؟ محمد علي ايه؟ اتكل على الله، مات بسبب معاهده لندن وساب اصلا الحكم. وجا بعد محمد علي مين؟ ابراهيم. وجا بعد ابراهيم مين؟ اولاد محمد علي. مين بقى؟ خديوي اسماعيل. لا مش عاوز اسماعيل، مش عارف عباس حلمي الاول. وعباس حلمي الاول ده حفيده وابن قوسه وكان اكبر احفاده. عباس حلمي الاول بيقول اول ما جه كان وحش جدا، خد كل الاثار اللي في الازبكيه وقال لك انا هنقلها فين؟ في القلعه، في قاعه في القلعه بتاعت صلاح الدين. ولما نقلها في القلعه جاله واحد اسمه بيكسلميان. الراجل ده كان دوق او كان ولي العهد في النمسا. عجبه الاثار اللي كانت موجوده في القلعه، راح خد معظمها وراح ايه؟ النمسا تاني. اهديها له من الاخر. اصبح اللي احنا لسه بندور من جديد على اثار نكتشفها في مصر القديم ونحطها في متحف تاني. بس المكان بعد كده مش هيبقى القلعه، هيجي بعد عباس حلمي الاول واحد اسمه سعيد. وسعيد طبعا احنا عارفينه بالمكرونه وحوار قناه السويس والكلام ده، لان سعيد فكر ان هو يعمل اول متحف فعلا يجمع فيها الاثار المصريه وعملها فين؟ في بولاق. عارفين بولاق ابو العيله؟ بولاق ابو العيله. لا مش الدكرور، بولاق ابو العيله. عند الوكاله بالظبط كده. عمل المكان ده وقرر ان هو يجمع فيه الاثار المصريه. بس ما كملش بعهد ايه؟ سعيد، كمل بعهد ايه؟ الخديوي اسماعيل. لما اتعمل المكان ده برضه كان الاثار اللي كانت بتكتشف كانت كتير. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها الدير البحري، تسمعوا عن وادي الملوك؟ الدير البحري في طيبه دي كان ساعتها اكتشف المقبره دي، او مش المقبره دي، عباره عن عباره عن جبال مدفون فيها مقابر كتير جدا، وهنتكلم عليها جوه بالتفصيل. المهم لما اكتشفوا المكان ده الاثار كتير قوي، بقت كتير جدا على ايه؟ على بولاق. وغير ان اصلا متحف بولاق ده كان فين؟ كان على النيل. فالميه بتاعت الفيضان قبل ايه؟ قبل السد العالي كانت بتخش على الاثار فكانت بتبوظ الاثار. فقرروا ان هم يعملوا متحف يضم كل الاثار المصريه، يبقى كبير ويبقى فعلا ينفع لايه؟ اللي هو يحفظ الاثار المصريه. فعملوا 87 مقترح بتصميم عشان يعملوا متحف، وقرروا ان هم يحطوا المتحف ده في ميدان الاسماعيليه. الميدان اللي احنا فيه ده ما اسموش ميدان التحرير اصلا، اسمه ميدان الاسماعيليه نسبه للخديوي اسماعيل. وتسمى التحرير سنه 1952 بسبب ثوره ايه؟ 52 فتسمى ميدان التحرير، انما هو كان اسمه الاسماعيليه. خلينا نقول لما كان قصر النيل او مكان الفندق اللي قدامنا ده كان فيه معسكر الجيش الانجليزي. فاحنا بنقول اللي هو قرر ان هو يعمل المتحف المصري عند المعسكر وفي ميدان ايه؟ الاسماعيليه او ميدان التحرير. خلاص؟ بعد كده بنتكلم ان المتحف ده ابتدى يتعمل من 1897 لحد سنه 1902. عباس حلمي الثاني ابن توفيق وحفيد اسماعيل. خلاص تمام؟ عباس حلمي الثاني كان اكتر واحد يصلح في العماره المصريه، اذا كانت اسلاميه، اذا كانت قبطيه، اذا كانت مصريه قديمه. عمل متاحف كتير زي المتحف الاسلامي، وعمل المتحف اليوناني الروماني، وعمل المتحف المصري اللي ورانا ده. بنتكلم ان عباس حلمي الاول الثاني سوري، لو بصينا على واجهه المتحف هنلاقي اي اتش واي ام. اي اتش اللي هو مريم، اوجست مريم، الراجل اللي هو المفروض ليه قبر هنا بس قبر رمزي، الراجل عالم الاثار اللي المفروض كان ليه فضل اكتشافات كتير جدا. بنتكلم ان هو يعني تخليدا لذكراه عملوا قبر ليه، بس هو طبعا مش مدفون هنا، هو مدفون في فرنسا. عملوا قبر ليه ايه؟ زي رمز كده. خلاص تمام؟ بنتكلم بقى اي اتش اي ام دي اللي هو اوجست مريم، انما اي اتش اللي مكتوب على المتحف المصري هو عباس حلمي الايه؟ الثاني. طيب خلينا نتكلم اللي هو بعد 87 اقتراح بان هم يعملوا تصميم للمتحف ده، كسب اقتراح واحد، والاقتراح ده كان على التصميم الكلاسيكي
الاوروبي، يعني بنتكلم ان التصميم ده يوناني روماني، الواجهه اللي قدامكم ده بالتصميم ده يوناني روماني، مش مصري قديم ولا اي حاجه تاني، بس هم مزجوا اليوناني الروماني بحاجه تانيه. شايفين التمثالين دول الست اللي واقفه دي؟ ده تماثيل ايزيس. ايزيس دي طبعا حد ما يعرفش ايزيس؟ ايزيس دي المفروض من اهم الالهه، بنتكلم ان ايزيس دي قصه ايزيس واوزوريس والست والايه والاسطوره المصريه اللي حصلت في المرحله الخامسه من توحيد مصر، هنتكلم عليها جوه بالتفصيل. المهم ان هو في تمثالين شبه بعض جدا بس يختلف حاجات قليله جدا، دي بتمثل مصر العليا ودي بتمثل مصر السفلى. وعندنا فوق كده الراس دي راس حتحور ربة الامور، مهمه جدا حتحور. خلاص تمام، وهنتكلم عليها برضه جوه بالتفصيل. المهم اللي احنا بنتكلم على ان هو قدر يعمل ايه؟ قدر يعمل ان هو يزيد حتحور عشان يطلع الحضاره المصريه. طيب الحضاره الاسلاميه عملت اوبر خالص. دايما الحضاره الاسلاميه بتعمل غلطيه الاوبر. يبقى هو جمع ما بين ثلاث حاجات، الحضاره المصريه القديمه في ايزيس وحتحور، الحضاره الاسلاميه في القبه، الحضاره اليونانيه الرومانيه اللي هي بتقول الفن او المدرسه الكلاسيكيه في الواجهه اللي قدامنا. وطبعا العمدان دي برضو عمدان روماني يوناني مش عمدان ايه؟ مصريه قديمه. خلاص؟ طيب احنا عرفنا مين اللي عمل المتحف؟ مين اللي عمل المتحف؟ هتقولي بقى علي بالجوائز. عباس حلمي الثاني. ماشي، انهي متحف؟ المتحف ده. طب مين اللي عمل المتحف؟ فلان. فلان ابو العيله. سعيد بدأ فيه وعمل. طب انا عايز علي، فين علي؟ لسه ما جاش؟ ماشي، انا فاكر هجيب لك الدليل صح؟ انت اللي جاوبت صح؟ ماشي. طيب المهم عايزين بس نعرف من الاخر ان المتحف ده بيدور ايه جوه بقى. احنا خلاص عرفنا مين اللي عمل المتحف وعرفنا المتحف ده معمول ليه. طيب المتحف ده معمول المفروض علشان يضم كل الاثار المصريه القديمه واليونانيه والرومانيه. بنتكلم ان الاثار المصريه القديمه او مصر عموما 30 اسره، وفي حاجه اسمها عصور ما قبل التاريخ، وهوريكم اثار من عصور ما قبل التاريخ وهنعرف يعني ايه عصور ما قبل التاريخ او قبل الاسرات. ماشي، بس هقولها لكم بالتفصيل هي ليه اسمها كده. وفي اثار ليها كمان. بس عايزين نتكلم قبل ما نتكلم في الحوار ده، بنقول ان المفروض المتحف المصري ماشي تتابع تاريخي. يعني ايه؟ يعني هبدا معاكم خالص من قبل الاسرات اللي قبل مينا كمان والتوحيد، وهنمشي في الاسرات لحد ما نوصل لاخر الاسرات خالص، وبعدين هنطلع في مجموعه فوق اسمها يوتويا لموميتين هناك وهنشرح التحنيط. رجاء بس صغير جدا والله عشان كنتوا مش عشان اي حد تاني، مش عايزين حد يلمس اثر عشان ما حدش يتكلم معانا بس. خلاص هنا